السلام عليكم أحبابنا على القناة، مرحب. احنا النهاردة عايز أوضح إيه تأثير الخابور اللي أنا وريته لكم في الفيديو اللي هو الشوط القصير كان فيه نسبة انحراف 1 ملي. بالنسبة للمركز ده تأثيره لما يكون راكب اتجاه التانية الناحية دي هيبدأ يعمل لي نقل للطاش اللطاش بتاع الحساس بتاع الفحمة، هينقله قدام فهيبقى قدم معاه تقسيمة الكهرباء. طيب احنا النهاردة لو قلبنا الخابور وغيرنا اتجاهه هيعمل نفس الموضوع العكس، هيأخر اللطاش بتاع الفلام المسافة دي. طبعا التأخير في حالة ما نقلب الخابور له انه هو نص قرص، هو عامله نص قرص عشان ما يبقاش له اتجاه. انت لو قلبته هتنتقل دي هتبقى ورا على الكرنك. التانية الخفيفة دي بتعادل ملي، بتفرق معانا فوق في القوس بتاع الفلام حوالي 11 درجة بالمنقلة. يعني لو انت قلبت الخابور هترجع اخرت التقسيمه بتاعت الكهرباء عن ال 11 درجه بالمنقله. في حاله القلب ده لما نكون قلبنا الخابور، قلب خابور الحداد، الخابور ده بيبقى شكله كده يا رجاله نص قرص. في دبح، لقيت انت في دبح هنا لو هو نص ملي هيفرق معاك على الاقل 10 درجه بالمنقله بالنسبه لشراره المحرك. هيدوروا كل حاجه بس هيبقى فيه تقطيعه، في كنه، في اي حاجه بتقابلك بالنسبه للمحرك. وطبعا دي المسامير اللي هي بتبقى على الفلام اللي هي اللي هي الزوايا بتاعتها هي بتبقى من قاسه لتثبيت الوش الزرجينه في الفلام الخارجي. طبعا انت ال 11 درجه بالمنقله في ناس هتقول لك ايه يعني كهرباء متقدمه 11 درجه بالمنقله؟ لا، متقدمه هتيجي الشراره بدري والبستم طالع هتديني رده فعل عكسي. طب متاخره هتديني والبستم نازل هتستهلك بنزين هيبدا يفتح. فانت مهم جدا جدا انك انت تبص على الخابور النص قرص بتاع الحداف عدل، او دايما يا ريت في العمره يتم تجديده، يتم تجديد خابور الحدافة. الفلام في العمر هو حاجة بسيطة جدا جدا بس ممكن تأثر يا جماعة على العمرة بتاعتنا تأثر على كفاءة المحرك وكفاءة الاحتراق، لأن أنت 3600 لفة، ال 3600 لفة دول بيبدأ الشرارة تجيلك فيهم بدري عن ميعادها. وأتمنى إن يكون المعلومة وصلت لحبايبنا، واشتراك ودعم القناة ليصل لغيرك المعلومة. يبقى لو أنا قلبت الخابور بيبقى الجزء ده اتأخر عن الأصل، لكن لو الخابور عدل هيبقى اللطاش جاي في المكان الثابت بتاعه. يبقى اللطاش تخيل مسافة قطع الشرارة كاملة هتبقى اختلفت معاك. وأتمنى أن يكون وصلنا المعلومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في معلومة جديدة شيقة وغريبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.